لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وبخير وفي امان. معادنا مع نشرة اخبار النادي الاهلي ونبداها بالعناوين. وجهة اكرامي وعاشور القادمه، واستدعاء من الخطيب لحسام عاشور، ورساله فايلر للمسؤولين، وانفراد التجديد لاحمد فتحي. واليكم التفاصيل. إكرامي يفعل عقده مع بيراميدز ل3 سنوات بعد انتهاء ارتباطه بالنادي الأهلي. فعل شريف إكرامي حارس النادي الأهلي توقيعه لبيراميدز 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد فشل جلسة التجديد له مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي. ووقع إكرامي لمدة 3 سنوات في وقت سابق، وهو الاتفاق الذي كان سيتم إلغاؤه بين الطرفين حال توصل إكرامي لاتفاق مع النادي الأهلي وتجديد تعاقده، إلا أنه وجد أن قرار رحيله مع رغبة النادي الأهلي في الموافقة على الرحيل، فقرر إكرامي تفعيل تعاقده مع بيراميدز لينتقل رسميا إلى بيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم القادم. احنا بنتمنى لشريف إكرامي ربنا يوفقه مع بيراميدز، وإن شاء الله يكون متواجد بشكل جيد ويؤدي أداء كويس، وربنا يوفقه الفترة اللي جاية. وإن شاء الله إكرامي يعني قيمة وقامة وابن من النادي الأهلي، ربنا يوفقه الفترة اللي جاية. رد إكرامي الكبير على مفاوضات نادي الزمالك الخاصة بيه بعد توقيعه لنادي بيراميدز ل3 سنوات وعدم تجديده للنادي الأهلي. وأكد شريف أكد الأب إكرامي الكبير إكرامي الشحات إن ابنه شريف حارس مرمى النادي الأهلي السابق حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات مع نجله لضمه بداية من الموسم المقبل. أعلن الأهلي بالأمس بشكل رسمي رحيل إكرامي على نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له. قال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة إنه لن يتحدث عن أي عروض لشريف إكرامي حاليا، سنكشف التفاصيل في الوقت المناسب. وبسؤاله حول دخول الزمالك في مفاوضات مع الحارس قال لن أعلق. وطبعا احنا عارفين إن يعني من فترة كبيرة الزمالك كان عايز إكرامي من 2 سنين تقريبا، وصرح مرتضى بالكلام ده. قال أنا اتفاوضت مع إكرامي قبل كده إنه يجي النادي الأهلي، واتفاوض مع حسام البدري قبل ما يمسك المنتخب، هو أعلنها. قال أنا نفسي إكرامي يبقى معايا في الفريق، ونفسي البدري يدرب نادي الزمالك قبل ميتشو ما يبقى موجود وقبل كارتيرون. احنا طبعا في النهاية بنتمنى لإكرامي توفيق في أي مكان يكون موجود فيه، وإن شاء الله يعني ربنا عوضه خير على الفترة اللي هو قعدها على الدكة. واحنا بنتمنى لأي ابن من أبناء النادي الأهلي يتألق في أي نادي هو يكون موجود فيه، حتى لو قصاد النادي الأهلي نتمنى له إن هو يتألق ويؤدي بصورة كويسة. أربع وجهات تنتظر حسام عاشور بعد رحيله عن النادي الأهلي. تلقى حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق عدد من العروض بعد رحيله عن القلعة الحمراء، عقب مقترح لجنة الكرة أو لجنة التخطيط بإعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، في ظل رفض الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالإجماع لفكرة تجديد عقد اللاعب. وأكد مصدر مقرب من حسام عاشور أن اللاعب تلقى العديد من العروض خلال الساعات الماضية بعد جلسته مع النادي الأهلي، كاشفا أن هناك 4 عروض وصلت إليه طوال الفترة الماضية من الزمالك وبيراميدز وأحد الأندية الإماراتية والجونة. وأضاف المصدر أن حسام عاشور دخل في حالة من الحزن الشديد بعد إعلان الأهلي قراره بخصوص ملف تجديد تعاقده، في الوقت الذي قرر اللاعب التفكير في العروض التي وصلته بعد عدة أيام. أدى حسام عاشور قائد النادي الأهلي دهشته الشديدة بموقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده، موضحا أنه لن يتخيل أن يتعامل بهذه الطريقة من النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي تعامل بشكل غير لائق معه.
بعدما أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق. وأكد حسام عاشور في تصريحات خاصة أنه أبلغ مسؤول القلعة الحمراء بأنه لن يعتزل حاليا، وقادر على العطاء والبقاء لموسمين مقبلين على أقل تقدير، رفضا فكرة إجباره على الاعتزال في التوقيت الحالي. يبقى كده حسام عاشور قدامه 4 عروض. قدامه عرض من الزمالك. لو حد قال لك ما فيش عرض من الزمالك، لا، في عرض من الزمالك، وفي اقاويل وفي مناوشات. في عرض من الزمالك، في عرض شفهي من بيراميدز مش رسمي، وفي عرض من الجونه، وفي عرض اماراتي. هو الاقرب ليه هو ممكن يبقى الجونه، الاقرب له تقريبا يعني بنسبه مثلا 90%. احنا بنتمنى برضه لعاشور ابننا التوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمه ويوفقه. كان نفسنا الاهلي يجدد له موسم تكريم، بس خلاص هو فايلر قال مصلحه اللاعب، مصلحه النادي اهم من تواجد اللاعب، لان اللاعب خلاص بطيء ومش قادر ينفذ التكتيك اللي انا بقوله له، ومش قادر يستخلص الكوره بسرعه. فدي كانت من احد اسباب رحيل عاشور، واللي كتبه فايلر في تقريره ان حسام عاشور يعني بطيء وما عندوش السرعه اللي كانت موجوده قبل كده. وخلاص انا شايف ان ديانج يعني بيقوم بالديانج والسوليه بيقوم باللي هو مش قادر يقوم بيه. يعني هو بيقوم يعني باستخلاص الكرة ببطء، بناء الهجمه ببطء، قطع الكرة فيها بطء. فاحنا بنتمنى له التوفيق، ربنا معاه ويكرمه. وما دام هو عنده طاقه وعنده اصرار على البقاء، ده شيء يرجع له. يعني احنا لينا وجهه نظر، الجهاز الفني له وجهه نظر، الجماهير ليها وجهه نظر، هو ليه وجهه نظر. كل واحد يعني يشوف هو هيرتاح في اي طريق ويمشي فيه. الاهلي شايف ان هو ما ينفعش يستمر، خلاص يبقى تعظيم سلام، حتى لو احنا وجعنا انه يرحل بهذه الطريقه، لكن احنا خلاص ما فيش في ايدينا حيله غير تعظيم سلام لفايلر، وربنا يوفقه ويوفق حسام عاشور في اي مكان يكون موجود فيه. سيف زاهر: الخطيب يستدعي حسام عاشور لجلسة عاجلة. كشف الإعلامي سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر استدعاء حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لعقد جلسة عاجلة بمقر النادي. وأوضح سيف زاهر خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت أن حسام عاشور يمتلك عرضين من أحد أندية الدوري المصري، وإنه حسم وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة. ونسمع كده سيف زاهر قال إيه، ونرجع نعقب على الكلام اللي قاله. كابتن الخطيب هيتدخل في هذه المسألة بحكم ان حسام اسم كبير، فلازم يبقى ليه معاملة خاصة. ولكن في اعتقادي او من الكواليس ان الكابتن محمود الخطيب بالتنسيق مع جهاز الكرة اللي موجود بيضع حلول لحسام عاشور لانهاء مشواره في النادي الاهلي. معنى كده ان هو هيستمر في الاهلي؟ لا، مش هيستمر في الاهلي، ولكن ممكن يبقى فيه ماتش اعتزال، ممكن يبقى فيه حاجات تخلي حسام عاشور مش محتاج ان هو يقبل العروض اللي هو يروح يلعب فيها، وان هو يفنش في النادي الاهلي. حته يفنش في النادي الاهلي دي تقلل من قيمه حسام عاشور، تزعل منه جمهور نادي الاهلي. انا شايف لا جمهور الاهلي محتاج ان يزعل من محمود الخطيب، ولا جمهور الاهلي محتاج ان يزعل من حسام عاشور، ولا جمهور الاهلي محتاج ان يزعل من سيد عبد الحفيظ، ولا اي حاجه خالص. كل واحد قدام ملفاته. كابتن سيد عبد الحفيظ في النهايه رئيس جمهوريه الملعب هو فايلر، هي قراره وتعليماته في النهايه، ودي سنه الحياه، فدنيا سهله وبسيطه. استمرار اللاعب من عدم استمرار ده قراري، انا شايف اقدر ادي او ما اقدرش ادي. احيانا يبقى في عاطفه، ممكن اول 5 6 7 ساعات يبقى في عاطفه، لا وانا ما اخرجش. طيب عايز اقول لكم حاجه، الجد حسام عاشور لعب سنه كمان في الاهلي، هتيجي السنه اللي بعدها هيخرج هيبطل حسام عاشور عادي، يعني دي سنه الحياه، وضع طبيعي. نجوم كتير جدا، عماد متعب ونجوم كتير، اي نجم في الاهلي بيبطل، وائل جمعه، بركات، ساب اكيد بيبقى فيه حاله حزن شديده، ولكن في النهايه هذه هي سنه الحياه. سمعنا سيف زاهر برغم ان كتير من الاهلاويه بيعترضوا على طريقته، على اسلوبه، وعلى تعريضه كتير لمرتضى وكده، بس في كلامه في النقطه دي منطقي جدا. ان هو بيقول حسام عاشور كده كده هيعتزل السنه دي، السنه الجايه هيعتزل. زي عماد متعب كان عنده يعني
طاقة وعنده إيحاء إن هو فعلا عنده قدرة إن هو يكمل موسمين واثنين وثلاثة في النادي الأهلي، ولكن خلاص في وقت معين لازم تخرج من الباب الكبير، زي بركات وزي أبو تريكة قرروا الاعتزال، خلاص انتهى، علشان ما حدش يجبرهم ويقول لهم اعتزلوا. هم بيشتروا نفسهم وبيشتروا كرامتهم، بيشتروا اسمهم، بيشتروا تاريخهم. فأنا بتفق مع سيف زاهر اللي قاله، هو ممكن يكون استدعاء كابتن الخطيب لعاشور يكون استدعاء علشان يخف تصريحات شويه، لان الزملكاويه ابتدوا ياخدوا تصريحاته وابتدوا يبنوا عليها هجوم على النادي الاهلي. جمال عبد الحميد خد تصريح خد كلام عاشور وابتدى يهاجم النادي الاهلي، وقال ده مش جديد على النادي الاهلي والنادي الاهلي بيغدر باولاده والكلام ده كله. احمد عيد عبد الملك نفس الشيء، خد تصريحاته وقعدوا يقولوا راضوه مش راضوه ما ينفعش ووجعتوا دماغنا بالمبادئ وبالقيم وكده. فالزملكاويه بيصطادوا في الماء العكر. فانا بتمنى ان حسام عاشور، يعني هو مش صغير، ان هو يرمي بيته بالطوب، ما ينفعش. انا لو ابويا ضربني معلش مش هشتم ابويا، مش هعاتب عليه. لو ابويا زعلني برضه مش هشتمه ومش هيقل ادبي عليه ومش هجرحه باي كلمه، لان ابويا ده فضله عليا. كذلك النادي الاهلي هو ابونا وبيتنا، ما ينفعش اي لاعب حتى لو كان مشي من النادي الاهلي وحاسس انه مظلوم، خلاص تعظيم سلام لبيتي، بيتي الكبير ده انا احترمه وابوس ترابه ما دام انا بحبه وبعشقه فعلا. انا بتمنى ان حسام عاشور يخف تصريحات، يخف كلام سلبي عن النادي الاهلي، قول انا قادر على العطاء وقادر وقادر وقادر، وانا بحترم رغبه الجهاز الفني وبحترم النادي الاهلي، ثق تماما محدش هيزعل منك. انما معلش انت ما تعملش تصريحات سلبيه عن النادي الاهلي وعلى لجنه الكوره وعلى كابتن خطيب، ومعلش ما ينفعش. قول انك قادر تدي سنه واثنين وثلاثه وعشر، لكن ما تقولش اجبروني وما احترمونيش وما احترموش تاريخي وانا شلت بطولات، كل ده على دماغنا. بس ما ينفعش بيتك تجيب اي حاجه وحشه يعني اي كلمه غلط عليه، ده بيتك. ده بخصوص فايلر. اتمنى عوده الدوري والحياه في مصر اصبحت هادئه. أكد السويسري ريني فايلر المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتمنى عودة بطولة الدوري الممتاز مرة أخرى. وكان اتحاد الكرة قد قرر تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوم بسبب انتشار فيروس كورونا. قال فايلر في تصريحات لجريدة سويسرية: الأمور في القاهرة مستقرة والجو أصبح هادئا للغاية، فمنذ الساعة 7 مساء يكون هناك شبه حظر تجوال، والفندق الذي أقيم به لا يوجد به أي ازدحام، فغرفة الإفطار يتواجد بها 10 أفراد فقط رغم كون الفندق به 400 غرفة. أضاف: بالنسبة لي أفضل عودة الدوري حتى ولو بدون جمهور، والأمر لا يتعلق بفوزنا باللقب، ولكن كرة القدم يمكنها تقليل القلق وإعطاء أمل للمواطنين في تلك الظروف الصعبة. واختتم حديثه قائلا: ليس لدي خيار سوى الانتظار. هناك اجتماعات ستعقد هنا في القاهرة لبحث الموقف النهائي للمسابقة، وأتمنى أن تكون الأمور أفضل بإذن الله. فايلر نفسه الدوري يعني يتم استئنافه. طبعا كل جماهير الأهلاوية بتتمنى كده، بس خلاص يعني الأمر بقى حتمي، ما ينفعش إن احنا نقول إن الدوري يستأنف، لأن زي ما احنا شايفين حوالينا الدنيا إيه. هو يعني لو تأجل 15 يوم وثم تأجل أسبوع تاني، أنا أعتقد إنه هيتأجل أسبوع تاني أو ممكن 10 أيام تاني على ما الصيف يدخل. الأمر هيختلف. الفيروس بيتقتل عند درجة حرارة فوق 25، ودوا احنا درجة حرارتنا في مصر من أول القاهرة لغاية أسوان درجة حرارة عالية بالنهار كمان، يعني حتى لو هيلعبوا بالنهار الفيروس إن شاء الله يعني يقضى عليه تماما في الصيف. والأبحاث اللي شغالة دلوقتي عن وجود بعض المصلات وبعض العلاجات، وإن الصين بقت أصبحت ما فيهاش كورونا، يعني هم كانوا السبب في انتشار الوباء للعالم ودلوقتي هم ما عندهمش الفيروس. فاحنا نتمنى ان الدوري يكمل.
بنتمنى ربنا يسلم بلادنا، بلاد العربية كلها والدنيا كلها. ما هو دلوقتي اي حاجة بتحصل في اخر الدنيا احنا بنتصاب، فاحنا بنتمنى الخير لينا ولغيرنا. يعني حتى المرض لو جه لحد في الصين احنا هنتصاب. يعني ما نفرحش لما حاجة بتحصل في اي دولة من الدول دي نقول ان احنا بعيد. لا، احنا مش بعيد عن الناس دي، احنا يعني في الصين اتصابنا، فالحمد لله ونشكر الله على كل شيء. ولكن احنا بنتمنى ان ربنا يسلمنا ويسلم مصر من اي اذى، والقادم افضل باذن الله. عاجل تجديد عقد أحمد فتحي للأهلي وإليكم التفاصيل. قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي على تجديد عقده لموسمين كاملين مقابل 25 مليون جنيه في الموسمين. وأكد عمر ربيع ياسين لبرنامجه نمبر 1 على قناة النهار الاتفاق جاء بين الطرفين بعد اتصال هاتفي جمع بين أحمد فتحي وبين أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات. ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضويه زكريا ناصف وخالد بيبو مع أحمد فتحي اليوم الأحد في مقر النادي الأهلي لتوقيعه على العقود الرسمية. وكان النادي الأهلي جدد عقد وليد سليمان كما مضى، يعني زي ما احنا عارفين، لمدة موسمين، مع توجيه الشكر لحسام عاشور بالاعتزال او الرحيل، بالاضافة الى الموافقة على طلب شريف اكرامي بالرحيل نهاية الموسم. احنا كده بنأكد بناء على كلام عمر ربيع ياسين ابن النادي الاهلي ان احمد فتحي خلاص في اتصال هاتفي اتفق على كل شيء، ما بقيش الا التوقيع العقود. اتفق على ان هيجدد موسمين مقابل 25 مليون على الموسمين. احنا بنقول مبروك لأحمد فتحي ومبروك النادي الأهلي، عمل الصح. الأهلي كان قدامه 4 لاعبين، لاعب منهم كابتن النادي الأهلي حسام عاشور طلب التجديد، ولكن إدارة الأهلي أو لجنة التخطيط مع فايلر قالوا إن هو مش هينفع يكمل معانا، وسردنا الأسباب قبل كده في بداية الفيديو ده وفي الفيديو اللي قبل كده اللي هو بتاع امبارح. واكرامي طلب ان هو مش عايز يقعد علشان هو سنه كبر، وهو شايف ان في وجود احمد الشناوي مش هيعرف يشارك، فقرر ان هو عدم تواجده في القائمة الافريقية كمان. قال لا انا عايز امشي، فقالوا له اتفضل مع 1000 مليون سلام. اتبقى وليد سليمان الحاوي واحمد فتحي الجوكر. طبعا النادي الاهلي عمل الصح، جدد لوليد سليمان الراجل المحترم المؤدب اللي ما يعملش مشاكل، اللي عنده حلول في الملعب، المقاتل، لمدة موسمين. وعمر ربيع ياسين أكد ان احمد فتحي في اتصال هاتفي مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح ان تم التجديد له نظريا، ما بقاش غير توقيع العقود، وده هيتم النهارده ان شاء الله في مقر النادي الاهلي. طبعا انا كالعادة بشكركم اخواتي الاهلاوية شكر جزيل من اعماق قلبي. بطلب من اخواتي الاهلاويه يعملوا لايك للفيديو، يعملوا مشاركه للفيديو، والناس اللي ما اشتركتش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لها كل اخبار النادي الاهلي. وانا بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.